ورجعت لكم. موضوعنا ماذا لو رحت عملت لي قهوة تركية بالفخار. طعمها بالفخار صراحة يكون غير. الآن حصب هذه القهوة. بسم الله. يقول لكم دلق القهوة خير، لأن أنا قاعدة أصور كبت دلق القهوة خير، دلق القهوة خير. بعدين أنا خليتها يعني طلع ما شاء الله لها وجه كويس، لأن أنا خليتها تغلي يعني كثير. فمعليش دلق القهوة خير يقولوا. فبس لأنا قاعدة أصور، بس إنه فعلا ترى بالفخار الطعم غير حق القهوة. نكمل موضوعنا. ماذا لو إحنا قلنا ماذا لو الواحد قرر قرارات، كذلك ماذا لو أنت الشخص كتب مثلا ألف كتاب لنفرض، وبعد كذا قال يا الله يا ليتني عملت ولا عملت، أو مثلا عمل بحث للجامعة وبعدين قال يا ليتني اخترت، ماذا ولو أنا عملت هذا الموضوع كان أحلى. غير كذا إنه إحنا في ناس مثلا لما تروح تشكي لشخص أو تقول له على موقف حصل معاك وأنت أصلا متضايق، فيقول لك يو بس أنت لو عملت كذا مو أحلى، وكان أنت دحين ما طحت في هذا الورطة، ولا أنت كان ما قلت كذا، بس لو إنك ما قلت. طيب خلاص هو قال وخلاص عمل، فليش ليش نتكلم في اللي صار؟ احنا نبغى ندور حل. خلينا نتكلم في المستقبل. اوكي الآن هل في أمل نصلح مثلا هالموقف؟ ما في أمل. خلاص يكون درس الإنسان يفكر. فأنا أقول دايما الواحد لازم يفكر إيش يعمل، يعني قبل ما يعمل أي شيء يفكر، يجلس كذا. حتى لو أحد عصب، حتى بين الزوجين، أو حتى الواحد يتزوج بدري بعدين يروح يقول يا ليتني أنا ماذا لو ما تزوجت كان أنا دحين سعيد وكذا. لا بالعكس، تزوجت وعشت حياتك والزواج جميل واستقرار، حتى لو في مشاكل، ما في بيت ما في مشاكل، وجبت أطفال. حتى لو ما جبت أطفال على الأقل أنت عشت تجربة جميلة غيرك ما عاشها، فيها لحظات جميلة. إحنا خلينا نفكر باللحظات الجميلة دائما يعني. أو حط، وحتى لو في موضوع صاير لك حط الإيجابيات والسلبيات، شوف أية أكثر. فالحياة صدقوني أي شيء يمر علينا هو موقف إحنا نتعلم منه. شخص دخل حياتنا طلع، دراسة، بزنس، تخصص بالجامعة، أي شيء. إحنا المفروض نقول إحنا ممكن نكون غلطنا، ممكن في قرارات أو في أشياء اتخذناها أو عملناها، ولكن معلش الإنسان يتعلم. يقول ماذا لو، يعني أنا أوكي ممكن يلوم نفسه شوية، بس ما نضل نلوم نفسنا على طول. في ناس عندها ينبسطوا يقعد يلوم نفسه، أنا شفته أنا لو ما عملت كان، لو ما عملت كذا كان أنا صار عندي وصار عندي. والله أنا أعرف واحدة، أنا طول الوقت تقول أنا ما درست، أنا ما درست، أنا تزوجت وخلفت. قلت لها طيب زين جبتي أطفال، الآن قالت أنا كبرت. قلت لها بالعكس روحي ادرسي، خذي لك كورس، ما في شيء اسمه كبرت على العلم. وفعلا راحت، ما في شيء اسمه والله يا ليتني، وتكره نفسها وتكره حياتها وعيالها وتحط غضبها عليهم. لا، الإنسان وبعدين ما في عمل. أيضا بالنسبة للعمل ما في عمل مريح. لا حد يقول أو يضحك عليك ويقول لك لو طلعت من عملك ده حترتاح، لا نهائيا. كل عمل فيه مشاكله، ولكن كيف تتكيف وكيف تتعامل مع الأشخاص هذا هو المهم. فالتكيف ومعرفة التعامل هو الأفضل. يعني ماذا لو هذا موضوع كبير لو تكلمنا فيه من هنا للسنة الجاية، بس ما بيطول عليكم، لكن حبيت أقوله باختصار. فماذا لو قولوا لي أنتوا مرت عليكم مواقف وكيف تعاملتوا معها، واتمنيتوا لو إنها ما مرت ما هي هذه المواقف، ولو كان ما صارت أو فكرتوا قبل ما تصير إيش كان ممكن تقرروا عنها أو تعملوا غيرها. فياريت تشاركوني بآرائكم ومقترحاتكم عن أي مواضيع قادمة. خليني أقوم أمسح الفنجال عشان أشرب قهوتي. أوكي لأنه كبت على الصحن. يسعد لي يومكم أو صباحكم، مساءكم وقت ما تسمعوا هذا الفيديو، سواء بالصباح ولا بالمساء. انتظروني إن شاء الله في حلقة أخرى ودردشة كذا مع قهوتي، بس المرة الجاية ما راح أكبها كذا، حنتبه. مع قهوتي مواضيع متفرقة. انتوا أنا طبعا عندي برنامج هذا المساء
في أروح أعمل لقاءات وكذا، وهذا حيستمر، ولكن توقفت فترة. لكن هذا اللي حيكون البرنامج لايف، مرات حسجله لايف حامله لايف، ومرات لا حسجله. خلوكم معي وأنا معاكم أمل الحربي، المذيعة أمل الحربي.